السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. مفتاح الفيديو النهاردة لما بتسيب ربنا يرتب لك او يدبر لك امورك، بيبقى سبحانه وتعالى بيدبر لك خير تدبير. الاول سلموا على كابتن احمد. اخواتي كل سنه وانتم طيبين. احنا النهاردة مسافرين، رايحين عند اتنين من اخواتي العزاز، يعني اللي بحبهم جدا، وهم كابتن عمر عجمستا، كلكم عارفينه، في اسكندريه، واخويا مندو الهمشري. ايه القصه؟ ايه الموضوع؟ رايحين نعمل ايه؟ ليه بصور دلوقتي؟ انا بقالي فتره كبيره، يمكن اكتر من 5-6 شهور، بدور على كلب. انا وكابتن احمد اخدنا قرار ان احنا هنربي كلاب غير المالينواه، تبقى كلابنا الشخصيه، علشان للاسف ارتبط في اذهان معظم الناس ان احنا ما بندربش غير مالينواه، ما بنتعاملش غير مع مالينواه، ما بنحبش غير المالينواه. القرار ده ودانا ل3 فصائل احترنا بينهم، هما الجيرمان شيبرد، الدوبرمان، والروت. النهارده احنا رايحين نشوف كلب قصته ايه. اثناء ما انا بدور الفتره دي ال5-6 شهور دول، كل اصحابي واخواتي زي كابتن عمر لما كنت بكلمهم على ان انا عايز كلب اربيه شخصي ليا، كنت دايما بقول لهم انا عايز كلب يعمل بوم، عايز كلب الناس تحبه وترتبط بيه وانا كمان مش هينفع اربي اي كلب اكيد يعني، لان انا ده شغلي، انا مدرب، عارف ازاي اختار الكلب وعارف ازاي انتقي كلب مواصفات كويسه وكمان دم كويس او حماوه او درايفات كويسه. فالكلب ده شفت له صوره يعني او فيديو صغير لوشه بس. من الصوره دي حسيت ان الكلب ده شخصيته شبه شخصيتي، حسيت ان هو ده اللي ممكن يبقى بتاعي، هو ده اللي ممكن يكون كلبي. وبناء عليه قررنا ان احنا هنروح نشوفه ان شاء الله، وبصور لكم لاني حاسس ان هيحصل نصيب. العلامه التانية اللي بقول لكم عليها لما ربنا سبحانه وتعالى اللي بيدبر لك الامور، انا قررت كلمه عايز كلب يعمل بوم دي لاكتر من حد من اخواتي اللي طلبت منهم يدوروا معايا. سالت كابتن عمر امبارح بعد ما اتفرجنا على الصور بتاعت الكلب، صوروا لي فيديوهات جديده كتر خيره يعني، وتعبتوا معايا طبعا، وفرصه ان انا اشكره يعني. الكلب اسمه ايه؟ قال لي الكلب اسمه بوم. والصدف ما بتحصلش يعني، هو كل شيء بترتيب ربنا، ودي علامات، انا بؤمن بالعلامات. ودليل على كلامي، احنا لسه في الطريق، احنا رايحين اسكندريه، وانا عارف ان شاء الله الكلب ده بتاعنا، لان انا بؤمن جدا بالقدر وبالعلامات دي، ان ربنا بيدينا علامات في طريقنا واحنا ماشيين، اللي بيفهم بس هو اللي بياخد باله منها. خليكم معانا، شوفوا الفيديو للاخر، هتحضروا معانا اختبارات بوم، هتحضروا معانا وتتفرجوا معانا عليه، وربنا يرزقنا ويرزقكم كل الخير يا رب. يلا كملوا معانا الفيديو للاخر. هنا بقى احنا ما عملناش اختبار للاسف، اللينك حصل وحبيته او هو خلاني احبه، وانت من كتر ما بتتعامل مع كلاب بيبقى مش الاختبار بس هو الحكم، يعني بيبقى تقييم شخصية الكلب مبني على حاجات كتير. طبعا هو مستحيل يسيب الكورة لو عملت له ايه، انا بخليه يسيبها كده برفع الخناقة، يعني بمنع الاكسجين عنه، انه يعرف يتنفس فيضطر يسيبها. ف لا مقاتل يعني، ما شاء الله عليه، اللهم بارك. وده اللي خلاني اعجبت بيه يعني. وطبعا اخويا الغالي مندو، ما شاء الله، الله اكبر، بيراعي ربنا قوي وبيحافظ قوي يعني. الكلب باين ما شاء الله قدامك اهو متراعي يعني، من بيت عز. عجبني برضو هنا ان هو مش عارفني فمش عايز يسمع الكلام، يعني هو بيعمل امر اقعد ده معاهم اسرع من كده بكتير، بس هو انت مين يا عم عشان تقول له اقعد؟ اقعد.
سيب. يس بوي. سيب. نو. يس. Good boy. بصوا بقى هنا ابتدى يسيبها بسهولة شوية. سيب. يس. بوي. كده. فعموما كنت بكتشف شخصيته هنا يعني عشان ما اطولش عليكم في الجزء ده. وتعالوا نشوف لما جه معانا الأكاديمية. هنا أول مرة يشوف الخيل. طبعا هو موقفش على ظهره، مش فاهم ايه الكائن ده، بس كل رياكشناته بفضل من ربنا سبحانه وتعالى كويسة. كلب سوي، كلب محترم، كلب نفسيا مظبوط. دي مهمة جدا. هنا لما ابتدى يدخل الملاعب بقى لازم اخليه يكتشف اركان الأكاديمية كلها يعني، ويعمل تويلت ويعرف اماكن التويلت فين والكلام ده. وهنا لما جه اتعرف على سلطان بيه بيفطروك معهما سلطان. هو راح يكتشف سلطان راح مديله قلم خفيف كده، راح ماشي على طول. خلاص قال له خلاص يا عم مش عايزين نبقى اصحاب. هنا بقى لما عملنا الاختبار بالليل، طبعا الفيديوهات اللي فاتت دي كنا الصبح لسه راجعين من اسكندريه، الناس كتر خيرهم ما كانوش عايزين يسيبونا نمشي يعني، ماشيين من عندهم تقريبا الساعه 4 الصبح. فابتدينا نشوفه عامل ايه في القماشه. طبعا ما شاء الله زي الفل اهو، مع انه ما لعبش بقماشه قبل كده، عشان الناس اللي دايما بتفهم ان الاختبار ده مبني على ان الكلب يكون عارف الحاجات دي. لا، هو هنا بصوا حتى بيمسكها اول مره بتردد كده وعين سابها، بس هو هنا كلب عنده مشغلات كويسه تؤهله انه يتمرن بشكل كويس او يبقى يكون كلب شاطر في شغله يعني. حتى بصوا بيمسكها بطرف بقه وسابها تاني، بس كل ده بالنسبه لي مش شاغلني يعني. بصوا هيسيبها تاني على طول اهو، بس رياكشناته على الصوت حلوه، ما بيخافش من الصوت، بيطارد كويس. بصوا هنا مع الجيركن هيطلع يمسك الجيركن. فكان الاختبار ده مهم برضه، مع اني خلاص انا استشفيت شخصيه الكلب، بس لازم اعمل لكم اختبار ليه عشان تبقوا عارفين برضه الدنيا ايه يعني. بوم من الكلاب اللي ما شاء الله اللهم بارك، من اول انتاجه اهاليه لحد ان شاء الله تدريبه معانا هتشوفوا كلب مميز، كلب بطل. حبيت اشارك معاكم القصه لان انتوا يعتبر انتوا اللي اخترتوا، مع اني كنت متوقع الاختيار ده يعني، بس ده اختياركم وهنشغله مع بعض. البيديجري بقى اسمه في البيديجري بوم زي ما قلت لكم. يلا تابعوا معايا قصه بوم، ان شاء الله اشارككم كل تقدماته، وان شاء الله يبقى كلب بطل على ايديكم وبيكم باذن الله. نشوفكم على خير، السلام عليكم.